رمضان في مكة. تعرف القصر ما حد يدخلها ولا حد يجيه إلا واحد معروف ومدخلها. يوم صلى الظهر قام تسنن وقام له والله ذاك الشايب معه ورقة، يوم يبه يصيح يا ابو فهد تكفى يا ابو فهد تكفى يا ابو فهد. العسكر يوم جوه ضربوه بحزه وسحبوه ركبنا في الموتر مشينا شوي قال حول ترى نبي الثندل الاجودي يروح به محيسن خليه يمشي له عاده سنويه 10,000 ريال. ايوه وانا اجيك ماخذه من العسكر وقلت الامير ومر ركب كذا كذا. قال انا ما جيت ادور دراهم يا ولدي، انا جاي نشوف اخوي جناس في حوض الونيت طايحين في حوض الونيت، وقالوا لأمة الصلاة علاجه عند سلطان، المعالج السلطان ولا استخف الله فوق. قلت له وانا قاعده وراح لمس السلطان. يوم جيت قلت يا طول العمر هذه قصه الرجال، هذه قصته وهذه قصته. والله يوم ذرفت دمعته ونطل الاوراق اللي معي يشتغل اوراق للدوله ونطلها. قال خلي بن حسن يعطيه 200,000 دولار وتذاكر هو اللي بيروح معه وعلاجه في ذا ومصاريفه لين الله يعافي اخوه ولا ياخذ ماله. وانا اجي شوي يوم جيت اليوم علمته يوم الكب طاح قلت ابوك هذا ابو المسلمين قم بس قم. وانا ناخذ طرقيته ودراهمه واحطها بيده واروح. يوم دار الحول اي والله في مكه نفس الشيء في العشر الاخيره. لا والله انا قاعد انا بنحث في ذاك الزاويه، لا والله ما يدور يتعرفنا. قال ابى اسالك يا ولدي انت اللي حكيت لي سلطان العام وش فيها بالحلال؟ سلطان ما هو بيمك ولا؟ قال لا انا اخوي اللي راح وعالج واعطاه دراهم وعالج وهذا اخوي طيب ما في هذا هو معي وجاي بس بنتشكر من السلطان بنحب ايده ونتشكر منه. وعرسه خامس العيد. اي والله العظيم. انا واقف عندي يوم طلع من السفره وانا علمه قلت يا طول عمره هذا الرجال اللي كذا. قال انا ما سويت شيء، الله اللي يسوي. انا سبب ما سويت شيء ولدي. طيب ان شاء الله وهذا وبتعرس؟ قال بعرس. قال وش بكلمك عرسك؟ الله كبر بس مسكين ما عاد عرف يحكي. قلت يقول 300,000. قال بس قلت هذا اللي قال خلي بن حسن يعطيها الحين 300,000 يحطها في جيبه. اي والله رحمه الله عليه. الله يضيق وجهك. الله يغفر له.